السلام عليكم يا حبيبات، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. هنعمل قرص النهارده طريقة هعملها في الفرن، وهعمل في فرن البوتاجاز اللي تحت، وهعملها لكم على المصفى. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزه اقول لكم على حاجه. انا متوسط مده المشاهده عندي في الفيديوهات، يعني الفيديو مش بيترفع كتير ومش بيطلع كتير. فعرفت ان متوسط مده المشاهده ده بيقول ان مثلا ايه اللي بخش الفيديو بيسمع دقيقتين 3 دقايق منه. فقلت لبنتي طب ايه المشكله في يعني صوتي وحش، انا بيبقى عندي صعوبه على ما بسجل الفيديو بصراحه يا بنات. يعني بحس ان انا كلامي تقيل او مش عارفه اتكلم او مش عارفه اجمع كلمتين على بعض. المهم فقلت لها، قالت لي بصي يا ماما تعالي نساله شات جي بي تي. قلت لها هو الشات جي بي تي بتاعكم ده؟ قالت لي يا ماما تعالي بس نساله، بنات اللي هم في الثانوي يعني مش اللي في الكليه. المهم دخلنا قلت له على مشكلتي، قلت له الفيديو عندي ما بجيبش ازيد من متوسط مده المشاهده 3 دقايق ونص. فجه قال لي المقدمه بتاعتك بتبقى ايه يعني ومش عارفه ايه. فانا كتبت له المقدمه اول ما بقول السلام عليكم وبقول عاملين ايه اخواتي حبايبي. المهم يعني قال لي لا المقدمه بتاعتك مش حلوه وده الغلط فيها. قلت له طب ايه اللي يعني اعمل ايه؟ قال لي المهم يعني تغيري المقدمه وابداي بكذا كذا، ما تقوليش السلام عليكم الاول، مثلا قولي كذا كذا الاول. فانا مش عارفه، قعدت عارفين يا بنات انا من العصر عشان اسجل الفيديو مش عارفه اسجل وامسح اسجل وامسح. قلت لا والله العظيم ما انا مسجله، وهسالهم اذا كان ينفع او ما ينفعش. المهم عشان ما نتوهش من بعض الاول، انا بجيب اي شويه دقيق يعني، اي شويه دقيق عندك هاتيهم. 4 كوبايات هينفعوا. يعني ممكن لو ما عندكيش حاجه تاكلوها او عايزه تعملي لقمه تحس ان طعمها حلو بجد وخير زمان، اعملي كده. هقول لكم يا بنات بس بعد ما بنعجن يعني. جبت شويه دقيق وحطيت على يعني حوالي كانوا 2 كيلو 2 ونص، تهيألي كانوا 2 ونص دي. والله انا ما وزنتش يا بنات، انا بعمل بالايه، بالنظر كده. وحطيت عليهم حوالي كوبايه سمنه. ممكن تحط سمنه على زيت، بس وسمنه على فكره مش سمنه فلاحي، يعني سمنه عاديه خالص من اللي هي اسمها الهانم دي او معرف او كريستال او جنه اي حاجه. وحطيت بقى على جنب كده شوية حتة خميرة من الخميرة البيرة اللي هي بتاعت اللي هي شبه الطرية دي. وحطيت كمان معلقة خميرة فوري، وحطيت زي حوالي 4 معالق سكر 5 معالق سكر. حطيهم عليهم وسيبهم على جنب شوية عشان الجو برد بس وساقع شوية والقرص او البكاكين دي بتحبش يبقى في الساقعة يعني. خدت بقى الوش بتاع الطاجن، طبعا انا عامله معاكم اللبن الرايب ده قبل كده. خدت الوش بتاعه ودخلت بقيه البرام في الميكرويف يدفى، يعني عايزه اللبن يدفى والسمنه دافيه يا بنات بس. آه، اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت الايه الملح برضو على الدقيق وقلبته. سمسم بقى زي ما تحب تحط معلقتين 3، يعني حط سمسم زي ما انت عايز. المهم بنات حط بعجنه بقى، بس اهم حاجه يكون اللبن دافي او اللبن الرده دافي. اللي ما سمعش الفيديو بتاع اللبن او اللي متابعني جديد، يا اما تمسكي البرام ده تسخنيه كويس، بس اللبن ما يكونش لبن معلبات، يكون اللبن اللي هو بتاع الازايز ده. يا تسخني البرام كويس وتحطي فيه اللبن وبعدين تحطيه في فرن البوتاجاز وتسيبيه في مكان دافي يعني متغطي يومين بيعمل قشطه وبيعمل لبن رايب. او يا بنات بتسخني الفرن وتسيبي الفرن ساخن يعني بس واطي، وتحطي فيه البرام باللبن وتسيبيه زي 10 دقايق كده، وبعد كده تطفي عليه وتسيبيه في الفرن. العجينه بتاعت القرص يا بنات بعملها ناشفه شويه مش جامد يعني، بس بعملها ماسكه نفسها شويه عشان انا بحط طبقات فوق بعضها وبطلع اخبزه فوق على السطح يعني. عارفين العجين؟ خدت بقى شويه اللبن دول كده وشويه القشطه السمنه الزيتين، اعمل بهم باي حاجه. انتوا عارفين ايمان، اسمي ايمان معجنات. المهم يا بنات، فكنت هقول لكم ايه وانا بعجن. والله العظيم يا بنات بحس ان، عارفين بيفكرني العجين ده مع انه متعب وتعب، بس بيحسسك عارفين بايه، بشبهه بالزمن او بالايام اللي احنا بنمر بيها. انت بتبقي تعبانه ومش قادره بس لازم تكملي، او زي العجين بتبقي تعبانه ومش قادره تكملي عجين، بس لازم تكملي العجين لانك لو ما كملتيش عجين مش هينفع العجين. زي الدنيا كده لازم تكملي عشان ولادك وجوزك وبيتك. فربنا يعيننا يا رب، اللهم امين. وزمان لما بنعجن قرص او بنعجن رقاق او بنعجن الحاجات دي يا بنات، والله بيرجعني بزمان. زمان احنا كان عندنا امي، ربنا يبارك لها ربه، كانوا بيعملوا احنا كان عندنا مواشي او اسمهم ايه، بصي جاموسه وبقره وكده. كانوا بيحلبوا اللبن في طاجن. كانت، عارفين كانت امي تاخد اللبن بالقشطه كله كده وتعجن بيه، والطاجن التاني مثلا
تاخد الوش، واحنا بنتغدى بقى نتغدى بوش، مش تاخد وش البتاع البرام ده، وتاخد اللبن الراب ده وتلخبط ايه على بعضه، عشان يعمل يعني ايه، يعمل ياما يكفينا الاسبوع. مش مثلا هتاخدي وش القشطه كده تخلصي بيه وتاكلي يوم وتشبعي، لا، كانت بتاخد الوش وتحط عليه اللبن الرايب اللي تحت ده وتبص، والله العظيم يا بنات كان بيبقى طعمه تحفه، طعمه جميل. مع حته جبنه بقى، ياه، مع عود مش عارف بتاع ده جلوين من الغيط، كان ابويا يجيب الجلوين وجاي من الغيط، والله العظيم يا بنات كان خير وبركه وستر، وسبحان الله يا رب كان رضا، واللقمه كانت بيبقى طعمها نقول لكم زي السكر. والله انا فاكره كانت يعني، كان اخويا ده يتحرك معاه، اخويا اللي هو اصغر مني، يقول لها لا انا عايز القشطه لوحدها، تقول له طب بس استنى، طب بس هنعملوها كده ودوقها. كان يروح من وراها ياخد وش البرام وياخد حته من وش البرام يعني. تيجي تقول له انت اخدت من ده يا كريم، يقول لا 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 ما اخدتش، تقول له يا ولد. فهو كان بيموت من قشطه، بس ما كانش بيحب عليها اللبن الرايب قد كده، بس هي حبيبتي كانت بتعمله على بعضه عشان يكفي يومين ثلاثه يعني. ده كان بالنسبة لنا كان بيبقى غدا، يعني مش مثلا بتعملي فطار او لا، كان غدا، كانت وجبة رئيسية مع برنجان محمر بقى، مع عارفين، مع حتة الحاجة الموجودة كانت بتبقى اللقمة ما شاء الله اللهم بارك. والله يا بنات ال ال الحاجة اللي بيبقى طعمها حلو او بتبقى حلوة بتبقى بالرضا. يعني في ناس، والله نعرف ناس عندهم خير وبصل لغيرهم، يعني عندهم خير اللهم بارك وبصل لغيرهم. ونعرف ناس مفيش، يمكن الحاجة اللي عندهم اللي رايح على قد اللي جاي، وربنا مبارك لهم. يعني سبحان الله يا رب، البركة او الرضا او انك تحب الخير لغيرك، رب يعني على قد ما بتحب الخير لغيرك على قد ربنا ما بيديك يعني، او على قد ما بتشكري كمان. يعني مثلا انت ما تقولي الحمد لله على القليل، ربنا بيديكي ايام، يعني ربنا بيزودك اكتر. وانك تحب الخير لغيرك، ربنا بيديكي خير. يعني حب لاخيك كما تحب لنفسك. المهم قبل ما الحته دي تروح من يا بنات، ان القرص لازم تبططيها على دقيق. يعني انا ما كانتش راضيه تسلك معايا على الدقيق، بس بقيت ابططها، اللي ما بعملهاش على دقيق، ما بفردهاش على دقيق، بحط عليها شويه دقيق بعد ما اخلصها كده، امسحها بشويه دقيق من تحت، من قعرها من تحت مش من فوق. ليه بقى؟ علشان ما تلزقش منك في الفرن، لان القرص او البكاكين دي عايزه نار هاديه خالص من تحت، عارفه تكوني كلمه مهديه اخر حاجه. يعني هو الافضل انك تخبزوهم في صينيه في الفرن اللي هو الغاز اللي هو فوق، اللي هو فوق على اساس عندكم فرن غاز فوق، لا اله الا الله. يعني قصدي بص، عشان انا فرن الغاز بتاعي فوق، فانا بتكلم اللي هو فوق يعني. والله العظيم يا بنات انا اقول لكم من امتى وانا عايزه اسجل، مش عارفه اسجل. طب لا اله الا الله. المهم الصينيه بتحطيها يا بنات، انا عندي الدفايتين دول، عندي اتنين من الدفايات دي، جوزي كان جايبهم لي من حد باعهم يعني جديد، معرفش بتاع قماش عدى عليه، فباع له الاتنين دول، لا نفعوا على السرير الصغير ولا السرير الكبير، فعملتهم للقماش للعيش وكده يعني. المهم بفرد على الصينيه اول طبقه من الدفايه دي، واحط طبقه، واحط طبقه لحد ما اخلصهم كلهم. اسيبهم بقى، اركنهم على جنب يدفوا بقى، منين ما تسيبيهم، سيبيهم بقى ساعتين 3 ساعات زي ما تسيبيهم، لان كل ما بتخمر القرص دي بتبقى احلى. المهم انا كنت بقول ايه؟ والله العظيم انا نسيت. بصوا انتوا تستحملوني كده باللي انا فيه ده، اللي انا مدربكه وتجدعنوا معايا وتسمعوا معايا الفيديو للاخر عشان ربنا يسهل الحال والقناه تتفعل. يا اما تقولوا لي يا ايمان بطلي بقى، لان بصراحه انا مش عارفه، انا عارفين تصوير الفيديو انا بصوره ليه، انا بعمل اللي انا بعمله، بشغل الكاميرا واصور لكم. اي نعم بيبقى متعب في المونتاج، وشي يبان مش عارف، لابسه بيجامه حاجه تبان مش عارفه ايه، ببقى حذره من الحاجات دي، وببقى باخد بالي. ممكن انتوا عارفين انه في الواحده في المطبخ بتشمر ايديه عارفين اللي هو، لا ببقى يعني حذره واخده بالي، يعني بتبقي المونتاج في كده يعني بيحيرك شويه، بس ما بيبقاش زي الصوت يا بنات. انا بحس ان الصوت وانا بسجل، عارفين انا ما بحبش اسمع نفسي والله العظيم. يعني اجي اسجل البتاع، انا بقفل والله انا بقفل على نفسي، انا قافله على نفس الاوضه دلوقتي عشان اعرف اسجل. ليه؟ حاسه اني مش عارف، مش عارف انا لا اله الا الله. المهم هنا عملت باميه، انا كنت انا مخزنه باميه يعني، والموز انا لو الموز بتاع اللي جوزي كان جايبه، يعني لو حته موزايه اسمرت عيالي ما ياكلوهاش، على طول تدوير سلطه فاكهه.
ياكلوها لا يموتوا فيه. والتفاح ده العيال يقولوا يا ماما التفاح طعمه بيض. طعمه بيض ازاي؟ هو تحسي فيه مش عارف لبناني ده ولا اسمه عارف التفاح ايه. تحسوا بنات ان هو فيه طعم بيض سنه كده، مش طعمه بيض يعني مش عارف هو ليه طعم. المهم يعني عملت سلطه فاكهه يعني اللهم بارك كلوه. لا اله الا الله. كنت هقول لكم ايه؟ عارفين يا بنات انا عارفاكم واحده واحده والله العظيم. يعني اللي متابعيني الله يبارك لهم يعني اول فيديو ما ينزل بعدها بساعه بعدها بساعتين بلاقيهم معلقين. بحس ان عارفين ان هو احنا عيله كده مربوطه ببعضها. يمكن اللي بيخش الفيديو يطلع ده مش يعني يكون متابع جديد او حاجه. في واحده اسمها ماما زيزي، يا رب اشفيها وعافيها، يا رب تشفيها وعافيها والله العظيم. انا حاسه ان من بعد كانت تخش تدعي لي وتكتب 3 4 اسطر يا بنات. اللي هو بتدعي لبنتها. انا كنت بحس انها بتدعي، عارفين بتدعي لبنتك. بقالها فيديوهين ما دعتليش. انا حاسه ان هي قالت لي انا اخر فيديو كلمتني فيه قالت لي يعني كان قبلها فيديوهين قالت لي ادعي لي انا تعبانه ومش عارفه ايه. آه، اخر فيديوهين يا بنات انا حاسه ان عارفين زي ما تكون البركه اتنزعت من كانت تدعي ليا ولجوزي ولولادي من غير ما اعرفها، بتقول لي انت قد بناتي. عارفين حاجه زي دي تخليكي تكملي في القناه، ان في حد يدعي لك دعوه زي دي من غير ما تعرفي. عارف اللي بتدعي لاخوك بظهر الغيب، يعني اخوك لا شفتها ولا شافتني، يا رب انا وهي وانتوا وجميع حبايبي اللي في القناه نتقابل يا رب في الجنه اللهم امين. آه، انا الست دي مأثره فيه نفسي يعني. عارفين عايزه اعرف هي فين، وصلت فين، راحت القاهره عملت ايه. اطمن عليه والله. انا حاسه ان انا مربوطه بيكم، يعني سواء قناه غير قناه، بس انا حاسه فعلا ان انا مربوطه بيكم. المهم يا بنات ادعوا لها يا بنات ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، وترجع كده تعليقها ينور يا رب القناه بتاعتي. هنا بقى انا طلعت على السطح. عندي اوضه فوق زي ما قلت لكم بغبس فيها. فطلعت ببقى مهديه النار من تحت خالص يا بنات، لان هو ما بيستحملش يعني مش بيستحمل خالص. او مثلا حط اعملي في اسمه ده في صينيه، وبتبقى بقى النار متوسطه من فوق، وتشتغلي بقى بتخبزيهم. بيطلعوا يا بنات والله العظيم ريحتهم اصلا بتبقى قلب البيت. عارفه لما تعملي الحاجات دي بتحسي ببركه زمان. الخير في بيتك، بدل ما تروحي تشتري يعني كيلو القرص ب 40 جنيه. طب ليه اشتري كيلو قرص ب 40 جنيه وانا اجيب كيلو دقيق ب 35 جنيه، ولا ما اعرف ب 27 جنيه، حاجه بالسعر ده واملى بيتي خير. شويه لبن عندي. كنت بلاش اللبن معلبات والله بنات، يعني شوفوا بتاع لبن او لبان بيجيب لبن وهاتوه وحطيه في برامه هيعمل لك شويه لبن. اشربوا اللي تشربوه الزياده حطيه في برامه هيعمل لك شويه لبن رايب. هات يا ستي علبتين زبادي وعلبه قشطه، اشتري علبتين زبادي وعلبه قشطه. بس مهما كان والله يا بنات بجد يعني مش بيبقى زي اللبن اللي في البيت برضه. فشوفوا الكميه يعني ما شاء الله اللهم بارك. انا حاسه ان انا عارفين اللي هو رغيت ياما واتكلمت ياما وانفعلت شويه، بس يعني ما تزعلوش مني. المهم قلت بقى اجرب لكم على صينيه عشان اللي ما عندهاش فرن غاز فوق او تحت يعني. اللي ما عندهاش فرن غاز جبت بقى الثلاثه دول، حطيت بعد ما حطيتهم الاربعه في صينيه، لا قلت اخد واحده واحطها على المصفى فوق اجرب يعني بعد ما حطيت كده افتكرت طلعت واحده من تحت تاني. حطيت المصفى على النار. بصوا يا بنات هي كانت هتبقى معايا حلوه لو كنت قلبتها بسرعه، بس انا بصراحه عشان اول مره، بس ان شاء الله هجرب التجربه دي تاني معاكم باذن الله. اعمل ان شاء الله نص كيلو. عشان رمضان جاي يعني، واصلا انا حابه في رمضان مش هنقدر نطلع مثلا فوق، فهتلاقيني عاملاه جنبه وانا بنطبخ كده. المهم حطيتها يعني انا المفروض كنت قبل كده بشويه، لان هي بصوا هتلاقوها ارتفعت بعدها بشويه. المفروض اقلب فيها على طول يعني. بصوا اهي هترفع ربنا هيسهل لها الحال يعني. والله وكانت طعمها هي نفس العجين، وكانت مستويه من جوه وكانت جميله ما شاء الله. اللي في فرن الغاز من تحت كانت حلوه ما شاء الله، بس عارفين اللي هو عايزه يعني لو صينيه اكبر هتاخد كميه اكبر فهتريحي فاهميني. بصوا انا بقيت بجري وراها بجري وراها هي تجري ونجري وراها. المهم خلصتها، بس والله العظيم كانت حلوه. اللي في الصينيه من تحت بقى كنت حطاهم على في الفرن من تحت خالص. اول ما رفعوا طلعتهم على الشوايه من فوق. انا ممكن كنت شغلت الاتنين سوا، بس انا يعني انا الفرن بيشتغل مع الشوايه بيشتغل مع الفرن من تحت. بس انا عشان كنت متخبله مع المصفى فوق، فقلت اخلص فوق وتحت، يعني اخلص فوق الاول وبعدين بنزل لكم تحت.
اللي تحت بص ارتفعوا بقوا جمال والله، وطعمهم جميل. يعني هو الطعم واحد بس، واستووا ويعني ورفعوا، هم مش مثلا ما رفعتش. فقلت اجرب لكم ده وده، بحيث انت جربوا في نص كيلو، يعني هاتوا نص كيلو وجربي فيه، او كوبايتين دقيق، يعني كوبايتين 2 دقيق. بصوا والله كانت ما شاء الله. يعني هي اي نعم مش زي اللي فوق، بس والله العظيم يعني ايه زي، بصوا هفتح لكم كمان اللي هي، اللي بص دي اللي كانت على البوتاجاز طيبه ومفروده وجميله وما شاء الله اللهم بارك. ودي كمان حطيت بقى الباميه، وحطيت جبنه، وحطيت بدنجان، وعارفين بقى اللي هو حبشي وطماطم وخيار يعني حبشي الدنيا كده. وكلنا والحمد لله. الزياده بقى حبيته بعبيه واحطه في الفريزر، كيس كيس كده، وكل ما عاوز بطلع من الفريزر. ما بحبش اخليها بره عشان بحس انها فرولت، يعني ممكن تحطي اللي هتاكليه تاني يوم تحطيه في التلاجة من تحت عادي. الزياده بقى حطيه في الفريزر، او لو تلاجتك حلوه عادي تحط في التلاجة. بس عشان احنا عندي ميكروويف، يعني الميكروويف ده جميل يا بنات والله. عشان عندي الميكروويف فبطلع من الفريزر على طول بحطه في الميكروويف، اكنك بص لسه مطلعه من الفرن، يعني كانها لسه طالعه من الفرن كده. بس بصراحة عارفين الولاد عيالي والله العظيم رايحين واحد، يعني اللي يشلك بقى ان مثلا واحد ورا واحد يخش الفريزر، يروح على الفريزر يطلع له 2 3 ويحطهم في الميكرويف، التاني بعده بدقيقتين يروح يشغل الميكرويف التاني. طب يا جماعتنا ما تشغلوا الميكرويف مرة واحدة، او طلعوا كيس على بعض وسخنوه. دي بتبقى بس المشكلة عندي، يعني بحط بقى كيس زي ما انتم شايفين كده وبحطه في الفريزر على طول. خلصنا بقى اكلنا الحمد لله، ولميت اكلي وحاجتي، وكنت يعني روقنا الدنيا كده خلاص بالليل. وجينا كان عيد ميلاد بنوتي مي، كان بالليل. باباها بقى جاب لها تورتايه كده واحتفلنا بيها بالليل، عشان يعني عارفين اللي هو بتفرحي العيل او العيله يعني. مش احتفال والله يا بنات اللي هو احتفال بقى ومش عارفه إيه، لا بس عارفين اللي هو اي حاجه بتفرح الولاد، وانه يكون فاكر مثلا. يعني مثلا باباها جاب لها اخواتها لموا من بعض ونزلوا جابوا لها هدايا، اللي هي الحاجات السلسله مش عارفه ايه الحاجات اللي هي بسيطه دي. بتحسسي ان انتوا فاكريني، يعني عارفين اللي هو فرحان كده وفاكريني. ف يا رب يبارك لنا في ولادنا، ويبارك لكم في ولادكم، وخليهم ليكم يا رب، اللهم امين. ايه تاني يا بنات؟ هنا بقى بقول لكم ان انا عبيتهم وحطيتهم في الفريزر. جيت بقى دي اللي كان باباها جابها لها بالليل، كان طعمها جميل يا بنات. قال لي بعد ما اشتريت التورتايه وطلعت، وانا طالع قال لي لقيت الراجل اللي جايب جديد، فقال له لا انا عايز من الصبح. والله كانت طعمها جميل بصراحه، بالله حظك حلو ما التورته طلعت حلوه. قالت حبيبي يا بابا. عارفين لما الحاجه تبقى الحاجه بسيطه بتفرح العيال وبتبسطهم. فربنا يا رب يبارك في ولادكم وفي ولادنا في ولاد المسلمين يا رب، اللهم امين. إيه. وعارفين الجو اللي هو بصوا بعبي البتاع بتاع كوب ميه. عارفين جو اللي هو العيله ولمه العيله والحاجات البسيطه دي، والله العظيم بتفرق مع العيال بعد كده، يعني بتفرق قدام، ان هو مثلا العيل بيبقى مفتكر ذكرى. اللي هو عارفين مش لازم بقى هو الليله ونعمل فرح وجنبه طهور على رأي ما بيقولوا مش عارفه، لا. يعني سلطه الفاكهه حطيتها، وحطيت ازازه البيبسي والتورتايه، وكان الله بالسر عليه. واحتفلوا كانوا مبسوطين. وما تنسوش بقى يا بنات لو وصلتوا لهنا ما تنسوش الاشتراك واللايك، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع السلامة.